سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة. كل سنة وانتم طيبة يا آلاء. أنا رودينا من قناة رودينا جمال. صباح الخير. احنا رايحين دلوقتي ميدان الجامعة. عمر، ميدان الجامعة كان اصله ايه؟ كان اصلا معمول في المساكن بتاعه العمال اللي بيشتغلوا في بيبنوا مصر الجديده، وبعدين مع الوقت طبعا بقت خلاص الناس حتة من اشترت مصر فيها الجديدة أراضي يعني. وبنوا وعملوا خلاص وبقت جزء من مصر الجديده مهم يعني. بس انا بحبه على فكرة. وصلنا. المهم ان احنا اصلا رايحين نجيب طلبات الشهر من سوبر ماركت كده هناك. يعني هاخدكم معايا النهارده في رمضان شوبينج. حاسه نفسي كده تورست قوي في نفسي، سائحه في بلاد مصر. 55 نجيب تونه عشان السحور. دي العشق. جبنه موتزاريلا بتستخدم في كل حاجه تقريبا. لا احنا جبنا تونة صلصة زيتون. ده من احلى الاماكن اللي بتعمل السمبوسك والجلاش والرقاق والكلام ده كله، كل المعجنات دي والقطايف. بس خلي بالك النايل تي في معانا، النايل على طول معانا. قنوات النايل معانا. لا دي نت يوتيوب. يوتيوب دي مالهاش دعوه بالتلفزيون. بصي وهم بيعملوا القطايف يعني. بس بصورت. 1:30 يا جماعه. مصورك حاضر. اتفضل. ايوه حاضر. ايه؟ على اليوتيوب على النت. آلاء غبور. آلاء غبور. غبور. اه. ابقى تشوف. عايز تقول حاجة؟ وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا رب. سلام عليك. وانت ماسك القطايف؟ سلام عليكم. اتفضل. اتفضل. سلام عليكم. ايه؟ اصورتك اهو. لا ما صورش انا. انت ما بتتصورش، صورتك اهو خلاص. نزلي على الفيسبوك. لا بنزله على اليوتيوب. يبقى اكتب آلاء غبور وانت هتلاقي نفسك. انت جبت قفايا يا فندم. زي ما انتم شايفين كده، احنا كنا لسه بنقول ان الناس يعني بيقوموا يتبسطوا من حاجات بسيطه جدا. يعني حاجه عبيطه قوي. روحت وبعدين دلوقتي نازلين رايحين لجدتي عشان هنروح نفطر معاها. ساعة الفطار جت. هناكل حمام وسلطة وشوربة. بس لسه الشوربة ما اتحطتش. بس يلا بقى عشان اروح افطر. انا لسه مروحة وبصوا حصل مشكلة. حصل ان احنا بالعربية فت بينا واكتشفت ان فيها مشكلة، يعني مشكلة مش صغيرة. الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. انا ما رضيتش اصور احطكم في الموقف، قلت هحكي لكم خلاص. كل واحد عنده مشاكله، وانتوا بتفتحوا ماي تشانل عشان او الفيديوز اللي انا بحطها عشان تاخدوا بوزيتيف انرجي وعشان تبقى في حاجه حلوه في يومكم. وهو ده اساسا كان الهدف من الرمضان، ان انا اديكوا زي daily dose of positivity من الفيديوز بتاعتي. فالواحد مش ناقص خالص ان انا اطلع اقول لكم ده بصوا حصل. بس انا اللي كنت عايزه اقوله لكم او زي خاطره خطرت في بالي ان انا هطلعها من الموقف اللي حصل لي النهارده. الموقف ما كانش سهل، واحنا حصل
الحمد لله ورجعنا بالسلامه وما حصلش حاجه، بس كان في كميه توتر وكميه خوف في ساعه الموقف ده غير طبيعيه. ويعني الحمد لله، بس انا كده هبدا الاجازه من غير عربيه، فبالتالي يعني قاعده في البيت تقريبا اول 3 ايام من الاجازه. فاللي انا عايزه اقوله لكم ان ممكن تكونوا بصوا الفلوج كله كان حلو وجميل وضحك وابتسامه بس مفيش حد حياته كلها بوزيتيفيتي وكلها ابتسامه. فلو انت او انتي بتمروا بمشكله، ومجرد ما انا قلت كلمه مشكله المشكله دي جت في بالك كده، اعرف ان ده طبيعي جدا، وان الحياه مش كلها، مش عشان الاء بتطلع توريكوا الجانب الحلو من حياتها ده معناه ان هي مفيهاش مشاكل. لا، حياتنا كلها فيه مشاكل كتيره جدا، وده عادي. بس زي ما بقول لكم ما تتخيلوش ان انا مفيش مشكله في حياتي، انا بس مش عايزه ان انا اديكوا الجانب اللي مش كويس في حياتي، عشان زي ما بقول لكم انت وانتي كلكم عندكم مشاكل وانا عندي مشاكل، مفيش حد ما عندوش. الحمد لله كويسه وكلنا كويسين، بس زي ما بقول لكم اعرفوا ان في كل حاجه وفي كل حياه واحد في جانب مش حلو، بس ممكن تكونوا انتوا مش شايفينه، فما تحكموش على حياه حد من بره، واعرف ان انت مش الوحيده اللي عندك مشاكل، بس صدقوني هتعدي، واحمدوا ربنا، وان شاء الله اشوفكم بكره على طول. باي باي.